عليكم مشاهدين ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وينال الاعجاب ديالكم لهذا الفيديو وتلقاوه في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. بالنسبه اليوم اختاريت واحد الكيكه ان شاء الله تعجب الكبير والصغير وديروها لضيافكم تحميره الوجه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في الكيكه ديالنا اللي هما 4 البيضات كبارين بحراره المطبخ، عندنا هنا كاس سنيده، عندنا هنا كاس زيت، عندنا هنا تقريبا نص كاس ديال الحليب بحال هكاك، عندنا هنا 2 شوكولا ديال ايديال، وعندنا هنا سكر فاني، وهنا 3 الخمارات. في بول ناخذ 4 البيضات، هنا عندي قشور ديال الليمون، ناخذ 3 البيضات. بسم الله توكلنا على الله. نديرو سكر فاني، سكر سنيده عفوا، هنا سكر فاني، ونبداو نطحنو المكونات ديالنا. من بعد ما طحنا البيض وسنيده وسكر فاني مزيان غنزيدو عليهم كاس ديال السنيده، من بعد غنزيدو نزيدو حتى ثاني. من بعد ما تحضر الشوكولا غنزيدو عليه كاس ديال الحليب دافئ، شويه بشويه. من بعد غنزيد دانيت، صراحه نسيتو ديال الشوكولا، من بعد نزيدو دانيت شوكولا، صافي زدنا دانيت، ودابا غنبداو بالطحين. غنبقاو نعبرو كاس العنبه، انا عندي كاس نيشان ديال الطحين، نبقاو نزيدو تدريجيا شويه بشويه. هذا الكاس الثاني، هذا الكاس الثاني حتى هو شويه بشويه. هنا جاوني 2 كيسان نيشان ديال العنبه، وهكاك مازال خصني نزيد شويه ديال الطحين. بدلت البول حيتاش صغير وما جانيش متسع الصراحه. فيما تبقاو تصايبوا كيكه ضروري شي حاجه متسعه. هذا الكاس الثالث حتى هو غنزيدو،
انها بدات كتقال. خاصها شويه الطحين ومزعات. صافي هنا كنحس ما بقاتش محتاجه طحين. دابا غنزيدو 3 الخمارات حتى هما غنصفيوهم. واحد، الثانيه، يجيو 3 الخمارات في هذه الكيكه. نصفيوهم كاملين. دي الثالثه. وهنا نزيد ملعقه كبيره ديال الخل. هذا هو السر اللي كيخلي ان الكيكه تطلع معانا، هو ملعقه ديال الخل. هذا هو القانون اللي كنحصلوا عليه. من بعد غناخذ هذا المول، هو اللي ديما الصراحه كنخدم به وكيجيني زوين، لا في التزيين لا في كلشي. كنطلعو يدينا مزيان مزيان باش الكيكه يدخلها الهواء وفي نفس الوقت تطلع معانا. دابا البنات غنديرها في الفران. طيب شعلت الفران قبل 10 دقائق، ندير شويه هكا باش يدخل الهواء. خليها طيب على مده 40 دقيقه. دابا ندير حطيت في الفران. اختاريت انني نزين الكيكه ديالنا بواحد الحاجه مغايره واللي غتناسب الكيكه اللي درت، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في التزيين اللي هما زلافه ديال سنيده مع زلافه ديال المكسرات. عندنا هنا اللوز والكركاع، تقدروا تزيدوا حتى الزبيب. هنا عندي دانيت كراميل، وهنا عندي نص ملعقه صغيره ديال الزبيده. بالنسبه للزلافه ديال سنيده واللي هي تحضر كراميل، غنديروها في الزلافه ونديروها على نار مهيله حتى تولي لينا كراميل. من بعد البنات هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه، رجع كراميل. غنزيدو عليه زبيده. لما تخافوا غيبان لكم بدا يتسطلق راني عادي. دابا غنزيد عليه شويه ديال دانيت. غنديرهم فوق العافيه. صافي البنات من بعد درت كراميل، هذاك دانيت كراميل كامل وتحصلت على هذا الشكل على هذا القوام. دابا غنزيدو المكسرات، عندي الكركاع واللوز. دابا غنزيدهم على الكراميل ديالنا نزيدهم يجيو مغسلين هكا. دابا غنديرهم شويه يذوب هذاك الكراميل شويه معاهم ويشدوا راسهم، ونكبوا على الكيكه ديالنا. هذا هو القوام ديال الكيكه. ما شاء الله طلعت زوينه، وسقيتها بالحليب فقط.
هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت على الكراميل مع المكسرات. ما شاء الله تبارك الرحمن. دابا غنبدا بالتزيين. صراحه كتجي هائله هائله هائله، كنتمنى انكم تجربوها. صراحه كتجي هائله ما شاء الله تبارك الرحمن. من بعد البنات دابا غنزيدو حقا شويه الكراميل، غنزيدو فوقي بهاد الطريقه.